3 حاجات لازم تبقى عارفهم عشان تعرف تعمل القطعه دي. بص الحلاوه. رقم 3 هتبهرك ومش هتتخيل ان هي ديت رمانه الميزان بتاعه التقنيه اللي هوريها لك دلوقتي. اول معلومه، لازم تجيب الوان كتير قوي عكس بعضها عشان تقدر تصبها مع بعض والالوان تبان، لان لو انت جبت درجات قريبه من بعض هيخشوا على بعض، الشكل النهائي اللي انت شايفه عندك هنا ده مش هيطلع معاك. رقم 2، في التقسيمه اللي احنا بنعملها بين الالوان في الصب ما ينفعش تصب شويه قليلين شويه قليلين، لا انا عايزك في المره الواحده لما تيجي تصب اللون اللي عليه الدور صب منه كميه كبيره عشان ينزل في مكان ويعمل شكل وياخد الاستراكشر بتاعه، لانك لو صبيت شويه قليلين هيسيحوا والالوان هتسيح وتخش في بعضها وهتكتر تقنيه الترخيم اللي انت عايز تعملها مش هتطلع معاك. رقم 3 ودي اهم واحده، عشان الالوان كلها تندمج مع بعض لازم تضيف اللون الابيض البيجمنت اللي انت شايفه قصادك هنا. في الحقيقه هو متجمع هنا بس لو انت بصيت على القطعه كلها هتلاقي ان العامل الوحيد الاساسي اللي خلى كل الالوان تندمج مع بعض هو اللون الابيض البيجمنت، ودول كانوا اهم 3 نقاط عشان تقدر تطلع تقنيه ترخيم جميله جدا. عايزك بقى تبقى عارف ان تقنيات الترخيم كتيره جدا جدا وليها اساليب وطرق كتيره قوي، واسهل طريقه فيهم ان انت تحط الالوان كلها على بعض في نفس الكوبايه وتصب صبه واحده، بس اوعى تنسى اللون الابيض. ولو عايز تعرف بقى معلومات كتير تقدر تعمل لنا فولو، هتلاقيني بقول لك نصايح اكيد في حاجه فيهم هتفيدك.